السلام عليكم خوتي، ربي يرحمها المرحومه، دولها بالمغفره والرحمه. شفت لي باج بزاف مطلعين باللي شغل واحد قتل الزوجه تاعو، ماهيش الزوجه تاعو، طليقته كانت الزوجه تاعو، وعندها زوج شيرات دراري، عندها زوج شيرات دراري معاه، وهذه بنت خالتي ربي يرحمها ويسع عليها. جيت نفهمكم باللي شغل واحد لي كومونتير راهم يقولوا باللي منا ومنا ومنا ومنا. هو طلقها في 6 اشهر، صاي طلقوا، ما ربي ما كتش ما بيناتهم، دوموندات هي الطلاق، بغات تعيش حياتها، ما ظروف ما خاكش ما طاقش تعيش معاه. هو فاني مرحوم خاطش قتلها وضرب روحو 2 دقات، فاني مات هو اليوم 4 تاع الصباح، وهي مات البارح. حتى ضرب جبناها تفينا باش العصر ان شاء الله. جيت نفهمكم باللي شو ما تهضروش هكا هضروا صايم بلا ما تعرفوا واش كاين، فاهم؟ هذه طليقته ماشي الزوجه تاعو، والسبب اللي خلاها شغل يقتلها، استغفر الله ربي الله يحفظنا كيما نقولوا الله يحفظنا. السبب هو شغل هي جاها خطاب ما عندهاش شهر، فتح عليها ودفع عليها وشغل صاي بغات تتزوج كي شغل. هو ما بغاش ما حبش كي شغل طلقها وبقى نادم كيما نقولوا ولا ما على باليش، وما كانش في كامل كيما نقولوا ما كانش الوعي تاعو. ابي سيمانه يجي يهدد فيها على الانتقام، كون تزوجي غادي نكتلك كيما هكا كيما. حتى اللي جات دي فاجعه، جا عند الثقه تاع خالتي قاعد يهدد فيها ولا تخدمي، بعد ساعه هي حسبتها راح خرجت بغات ديكلاري، سي ديجا كانت مديكلاريه في سيمانه مي كان يهدد فيها. عاودت البارح المرحومه ربي يرحمها ويغفر لها، خرجت بالديكلاري مع بنت خالتي واحده اخرى، خرجوا في رحله بالديكلاري، كان مترصد لها هو، جا موراها طرونقلها عطاها عام الدقه، عطاها في الرقبه وفي القلب وفي الكلوه. سيدي جا هي كدير دياليز مسكينه، شغل كلاويها ضايعين مسكينه، كدير دياليز، شغل المناعه تاعها ناقصه بزاف بزاف بزاف، فاهمني؟ ربي يرحمها وخطونا من دوك الهضره تاعها بلا ما تعرفوا واش كاين. ربي يهدينا، ندعو لها بالمغفره والرحمه، وما ملكتي لها ادعو لها بالمغفره والرحمه، والله يهدينا والله يبعد علينا المصايب، وواحد يخمم والله يسترنا دائما. الله يرحم كاع جميع الموتى، هم السابقون ونحن اللاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون.